النهاردة يا حلوين بتحكي إن كان في ولد رسام جميل جدا، ورسم في كراسة الرسم كلب ورسم قطة. وبعدين يا صحابي راح يتعشى وساب الكراسة. ويا صحابي الكلب والقطة قالوا لبعض: هو الولد ده سايبنا هنا لوحدينا جعانين كده وهو راح ياكل وسايبنا؟ هو ليه مش بيهتم بينا؟ مش هو اللي رسمنا من الأول؟ وبعدين يا صحابي بعد ما خلص أكل راح وعشان ينام. بعدين صحي كده وقال: أنا مش عارفة أنام، مش عارفة مالي كده، أنا حاسة إن أنا عايزة أرسم. وراح يا صحابي عند كراسة الرسم، وراح رسم عند الكلب سحابة، وراح رسم عند القطة سحابة، ورجع نام تاني. والكلب والقطة قالوا: ايه ده المطر اللي عمالة تمطر على دماغي دي، المطرة دي انا اتبليت خالص، انا مش هقعد في كراسة الرسم دي، انا همشي من هنا. فعلا يا صحاب مشيوا الكلب والقطة زعلانين ومبلولين، وراحوا هما الاتنين استخبوا تحت السجادة واتدفوا وناموا. الولد صحي تاني يوم الصبح، اخد الكراسة قفلها كده اهو وحطها في الشنطة، وراح وقال للمدرس: يا معلم انا معايا كراسة رسم جميلة ورسمت فيها كلب وقطة، تعالى بص عليهم كده. وراح ادى للمستر بتاعه كراسة الرسم كده، وراح للمستر شاف كده قال: ايه ده، هو انت بتضحك عليا؟ انا مش شايف حاجة في كراسة الرسم، انت راسم سحابتين وبتقول انت راسم كلب وقطة؟ راح قال له: لا انا راسم كلب وقطة. وبص راح قال: ايه ده، انا كنت راسم امبارح فيها كلب هنا وقطة هنا، راحوا فين؟ وقعد يا صحابي زعل، والمستر بتاعه زعل منه. ولما روح البيت يا صحابي وهو ماشي على السجادة سمع صوت بيقول: ايه ده مين اللي بيدوس على ديلي ده؟ الولد اتخضر: ايه ده الصوت اللي انا سمعته ده؟ وراح كده يحوش السجادة، لقى مين؟ الكلب والقطة اللي رسموا، وزعل منهم خالص واتضايق، وزعق لهم وقال لهم: انتوا ازاي تطلعوا من كراسة الرسم وانا كنت راسمكم كده؟ خليتوا المستر بتاعي يزعل مني، انتوا ليه طلعتوا من كراسة الرسم؟ راحوا قالوا له: احنا اللي حرام علينا ولا انت اللي حرام عليك؟ انت كنت سايبنا في كراسة الرسم من غير اكل وكنا جعانين، وكمان مش كفاية، لا ده انت كمان رسمت علينا سحابة وفضلت تمطر علينا طول الليل وكنا بردانين خالص، يبقى مين اللي حرام عليه، انت ولا احنا؟ راح قال لهم: خلاص انا اسف، ارجعوا كراسة الرسم تاني وانا هحط لكم كل يوم اكل وهمسح السحابة. وفعلا يا صحابي مسح السحابة، بقى كل يوم يحط للقطة سمكتين والكلب يحط له عضميتين. وعاش الكلب والقطة مبسوطين، وورى الولد للمعلم بتاعه الكراسة الرسم واتبسط منه خالص، وقال له: خلاص انا مش زعلان منك. ونتعلم يا صحابي ان احنا ما نكونش نبص لنفسنا وبس، ولا نخلي بالنا من نفسنا بس، لا احنا كمان المفروض نراعي الناس اللي حوالينا ونحبهم كمان. يعني مثلا نساعد مامتنا في البيت ونساعد بابانا ونخلي بالنا من اخواتنا الصغيرين ونديهم اللي هم عايزينه ونحيلهم. ولو عجبتكم القصة انا اكيد هشوفكم في قناة يوميات جوجو، اكيد هتحطوا لايك والاشتراك دلوقتي. يلا انا مستنياكم، اوعوا تنسوا. باي.